عارفين الفراخ المسكره اللي بتقعد جوه الشوايه اكتر من 12 ساعه؟ طب عارفين الحمام والكفته والكباب اللي كنت بتاكلهم زمان ايام الثمانينات؟ انا النهارده في مكان حبيت ان انا اصرف عنده 2000 جنيه، وطبعا ده مش جنان مني، ولكن ده كومنت من احد المتابعين يا صديقي على فيديو ال 50 جنيه. فعنايا ليك يا متابع، عايزك تجيب كوبايه ماتش، ولو اول مره تتفرج عليا فانا حسام مانو، ما تنساش تعمل فولو ويلا بينا. مبدئيا كده كل الاصناف اللي انت شايفها قدامك دي، من فراخ لشيش لكفته لحمام وريش وكباب جنيفه وطاجن عكاوي وطاجن ورق عنب بالكوارع وطاجن ملوخيه، وطبعا بخلاف السلطات ظبطنا الدنيا على قد ما نقدر على 2300 وشويه، ودي فاتوره الاكل اللي احنا طلبناه. فدي كانت فكره من متابع اسمه زياد، لان ممكن تعزموا حد، او لو انتوا حتى 4 اصحاب كل واحد فيهم هيدفع حوالي 550 جنيه، فانا شايفها مصلحه في الجول. بشكره زياد يا جماعه، فانا لا شكر على واجب. فتعالى اقول لك بقى على كبابجي الملك فاروق ومحمد علي باشا، وده يبقى كبابجي البيباني. كبابجي البيباني ما شاء الله بقاله كتير جدا، وكان والدي بقى زمان كان بيودينا نروح نتغدى عنده، فبصراحه الطعم هو على مر السنين، وده حرفيا مش اعلان يا جماعه، حبيت بس اصرف ال 2000 جنيه دول عند كبابجي البيباني. والفرع اللي انا فيه هو في المقطم في الهضبه الوسطى، والفرع الرئيسي بتاعه في المقطم في شارع 9، وليه فرع تالت برضه في حدائق القبه عند مسجد الشيخ غراب. واستنوني بقى نروح نقيم الفرع اللي لسه بيتوضب، فان شاء الله يفتح على خير. والفرع ده هيكون موجود في زهراء المعادي وقدامه حوالي اسبوع، فممكن نعمل مقارنه ما بين الاربع فروع لو الفيديو ده جاب 25000 لايك. تعالوا نجوع شويه. سام يا مانو، عند البيباني هتاكل اكل زمان من تاني. اصحوا لينا هتلاقينا البيباني نمبر 1، اللي يصلي على النبي يكسب. يا حمام عند كبابجي البيباني، الصلاة على النبي، يلا بينا. اوه جامد. ايه ده يا معلمه ده؟ اكادوا من كتر فرط جماله اذوبه. الموز عند كبابجي البيباني السايح منه. ايه دي شايفك؟ ها لا امسي، طب امسي. اسمع لي بقى الصوت الخرمشه. بقول لك يا مانو، جربت الملوخيه بتاع البيباني؟ لا لسه حاجه. طب ما تجرب وتدوق. يلا بينا. يا لهوي يا لهوي. بقول لك يا مانو، دي لعبتك، يلا بينا. اديها. بنعمل ازاي بقى؟ بنعمل كده حماده وراو كده كده، وتعمل لي كده اهو تراي. الله اكبر. واو. عكاوي يا استاذ. ادي عضميه العكاوي ملناش دعوه بيها، ونخش على العكاوي نفسها. اقسم بالله دي اكتر حاجه ممكن تسخنك نفسيا وجسديا وعصبيا. طاجن العكاوي من عند البيباني، وفي الهوي منه فيه طاجن كوارع. لا مش مكمل الفيديو. مانو، طاجن اللحمه عند البيباني طعم تاني. دوق وقول لي رايك عشان ناكل اكل زمان من تاني. حاج نبيل انت جاي النهارده عشان تطلع عيني مش اكتر. ايه ده؟ لا بس سخنه قوي حماده. على فكره يا مانو، البيباني اسطوره في عالم المشويات. ده كده كده. يلا اصحى بينا. لينا هتلاقينا في الهوي منه. في الهوي منه. حط لايك بقى. اقفل الفيديو.